بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في قناة زملكاوي. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. النهاردة عندنا فيديو مهم جدا، فياريت لو عجبك الفيديو تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. المواضيع اللي احنا هنتكلم فيها النهاردة هي عصام الشوالي وبالونة الوهم، الحجز على أرصدة كهرباء، حل أزمة القيد. عصام الشوالي في بداية مباراة أرسنال ومانشستر سيتي قال مقدمة مميزة جدا، وهي: حدثوك عن القوة فكان وهم، وعن التكنولوجيا متطورة فكان وهم، وعن جيش لا يقهر فكان وهم، وكلموك عن بارليف فكان وهم، وكلموك عن حدود يستحيل اختراقها فكان وهم. ألا فهمتم أنها مجرد بالونة وهم. هي دي مقدمة عصام الشوالي في مباراة أرسنال ومانشستر سيتي. مقدمة مميزة جدا بصراحة، كان مميز فيها جدا ويستحق ان الواحد يسقف له من كل قلبي. حاجة بصراحة جميلة، وقال كل اللي احنا عايزين نقوله. ده بالنسبة للموضوع بتاع النهاردة. الموضوع التاني اللي احنا هنتكلم فيه هو الحجز على أرصدة كهرباء. طبعا الأستاذ أحمد فؤاد الوطن في تصريحات صحفية أكد على تحرك الزمالك للحجز على أرصدة كهرباء. طيب إزاي؟ اللجنة الثلاثية برئاسة عماد البناني بدأت تحركات قوية جدا للجوء للمحاكم المدنية. إزاي بيحصل ده؟ بحكم المحكمة الرياضية. بدأوا يسلموا حكم المحكمة الرياضية لأحمد فؤاد الوطن. الحكم ده هياخدوه ويعملوا له صيغة تنفيذية علشان يحجزوا على أموال كهرباء، ولما بتخرج الصيغة التنفيذية ديت سوف يتم الحجز على أموال كهرباء. ولو كهرباء بعد تاريخ الحكم اللي هو أعتقد سنة 2020 اللي هو كان من الفيفا، حول فلوسه أو كتب أي عقارات إلى أخوه أو أخته أو أبوه أو أي حد من عيلته، الزمالك يقدر ياخد حجز على الناس اللي تحول لهم الأموال والأرصدة ديت، سواء عقارات أو أي أموال أو فلوس أو أي حاجة أو عربيات أو أي حاجة من النوعية دي. طبعا موضوع كهرباء ده أصبح ممل جدا لأنه داخل دلوقتي في 4 سنين، وطبعا هو لازم نقعد نتكلم فيه لأنها في النهاية حق من حقوق نادي الزمالك. طيب هل كهرباء هيدفع ولا لأ؟ لأن في النهاية دي أموال عامة لازم تتاخد، لازم تتاخد. طبعا في الفترة الأخيرة كمان معروف إن كهرباء عمل استئناف علشان يطول مدة لعبه في الملاعب 6 شهور كمان أو 7 شهور كمان. طيب أنا عندي سؤال لحضراتكم، هل رأيكم إن كهرباء هيدفع الفلوس ولا مش هيدفع الفلوس؟ ولا كهرباء دلوقتي هيبقى 30 سنة هل هيعتزل وما يدفعش الفلوس؟ فياريت تكتبوني رأيكم في موضوع كهرباء، مع إنه أصبح موضوع ممل جدا وأصبح زايد، وبصراحة الواحد نفسه إن الموضوع ده يخلص لأنه موضوع ما عادش ظريف زي الأول. خلاص الموضوع زاد عن حده وأصبح ممل. فياريت اللي عنده يقول لي إذا كان كهرباء هيدفع ولا مش هيدفع. ده بالنسبة للموضوع الثاني. الموضوع الثالث اللي احنا هنتكلم فيه هي حل أزمة القيد. كشف أحمد فؤاد الوطن المدير المالي للنادي الزمالك في أن هناك في تحرك بشأن محاولة أزمة إيقاف القيد في نادي الزمالك. المعروف طبعا أن نادي الزمالك معاقب بوقف القيد بسبب قضية نادي سبورتنج لشبونة وبسبب قضية لاعب الفريق أتشومبونج. وقال أن تم التواصل مع المحامي الإيطالي لاتخاذ قرارات جديدة لمحاولة حل هذه الأزمة، ولكن المحامي الإيطالي كان فيه مشكلة، كان له أموال كتيرة وأتعاب كتيرة متأخرة لدي النادي ولم يأخذها، ما خدش الفلوس دي. طبعا علشان انت تخلي المحامي يبدأ يشتغل معاك ويعمل كل شغل من قلبه لازم تديله فلوس الأول. طبعا تم إرسال الأتعاب والأموال إلى المحامي عشان اللي هو الفلوس اللي هي كانت متأخرة. والآن هيبدأ هو دلوقتي الراجل في التحرك والتفاوض مع نادي سبورتنج لشبونة لمحاولة حل هذا الأمر. طبعا اللجنة بتحاول ان هي بتحل هذا الأمر بسرعة، بتحل مشكلة القيد دي بسرعة علشان كمان تسهل الأمر على مجلس الإدارة الجديد اللي هو
هيبدأ يستلم الإدارة من بعد يوم 20. طبعا ده بيعتبر شيء مميز جدا انك انت بتدفع فلوس المحامي اللي هي متأخرة، اللي هو كان ما كانش بيعمل اي حاجة لنادي الزمالك في الوقت ده بسبب الفلوس اللي كانت متأخرة. فده بيعتبر شيء مميز جدا. ده بالنسبة لموضوع النهاردة. الف شكر يا جماعة. فياريت لو عجبك الفيديو تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصل لك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.